واخيرا لبست الدبلة. مليون مبروك يا نيجار. زي ما اتكلمنا في الفيديو قبل كده عن طبعا ترند الكابيتانو، ونزلنا فيديو عن خطوبة زياد والفرحة المنتظرة. بنتكلم بنفس الكلام ونفس الصيغة عن خطوبة نيجار. هل العريس هيكون مين؟ حذر فزر. ايوه، هو اللي انت قلت عليه ده. طيب، ما تيجي الاول كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده صعب عظيم طبعا، وقبل اي حاجه طبعا يعني نذكر ربنا كتير، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ونصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبينا بقى نخش في التفاصيل اللي يعني حضراتكم يعني معرفش عايزين تسمعوها ولا لا، ولكن انا طبيعي. وده يا جماعه معرفش يعني، سامحوني. وكمان اصحاب القنوات اللي بتنزل فيديوهات كمان سامحوني، لان انا شايف الفيديوهات بتنزل بصيغة فظيعة بجد. يعني وكأن يعني الحدث 100% حقيقي. شايفين احدى القنوات منزلة خلاص اللي لبسنا الدبل والف مبروك، وان شاء الله الفرحة تكمل على خير. وناسين ان نيجار تقريبا لسه في تانية ثانوي تقريبا، يعني بنت لسه في مبتدى حياتها وعمرها، ولسه في خطط المفروض في دماغها ان هي يعني هتدخل كلية ايه، هتبدأ تدرس ايه. او لو هنقول نيجار وليكن في تالتة ثانوي، معرفش هي وصلت تالتة ثانوي ولا لأ، لان انا اخر مرة كنت بتكلم على نيجار ايام ما كانت كان عاملين لها حفلة اللي هو يعني التخرج من تالتة من الصف الثالث الاعدادي، وعاملين لها يعني مفاجأة وفرحانين وقصة زي كده. هل العمر بيجري بالطريقة ديت؟ ممكن عدى 3 سنين، ممكن يكون عدى 3 سنين. ليه لا؟ طيب التوقيت ده توقيت خطوبة؟ الله اعلم، ممكن، ليه لا؟ يعني هي خلاص لو هي في ثالثه ثانوي عادي البنت يعني هي واختيارها، وكمان اهلها لهم الحق. هل بالفعل يا جماعه الكلام ده حصل وبيحصل؟ ما اعرفش، الكلام ده يرجع برضو للبنت نفسها ولاهلها، هم بالفعل في الكلام ده ولا لا. شفنا نجار قبل كده عملت حالة او فيديو شبيه من ان هي يعني هتتخطب، او قصة زي كده. ولكن التفاصيل اللي الناس دايما عاملة ربط ما بينها وما بين زياد، ان نجار هتتخطب لزياد، وزياد يعني هيخطبها، وان هي ان شاء الله هتكون شريكة حياته. يا رب، يا رب. ايه المشكلة؟ ولكن مش هو الخبر اللي الناس يعني الحقيقي زي ما الناس بتقول. انتوا خدوا مني، ولو حصل فيما بعد يبقى شيء حلو وشيء كويس، ولكن مش في التوقيت ده هو الخبر المؤكد او الخبر الحقيقي زي ما الناس شفتها داخله في التعليقات عند القنوات اللي منزله الفيديوهات دي بتقول ايه: مبروك يا نيجار، ربنا يتمم لك على خير، زياد ابن حلال. جماعة الموضوع لسه. وبعدين أبو زياد فين دوره؟ أبو زياد هل هو برضه هيكون ليه الموافقة عن حاجة زي كده إن حصل نصيب؟ يعني أنا ماشي وراكم، يعني أنا ماشي معاكم أهو في الخط. هل هيكون في موافقة منه؟ ده اللي هنشوفه في الفترة اللي جاية، ولكن لسه مفيش حاجة زي كده. احنا بنطلع ننفي الخبر لعند لما الخبر يكون بشكل واضح قدام حضراتكم. ده شيء بيزعل مني ناس كتير، وبشوف كومنتات من قنوات، يعني بتكون القنوات اللي انا بتكلم عليها بتنزل بكومنتات معروفة، بتبدأ تغلط فينا وبتشتمنا على اساس ان ايه، في حد يعني دخل من المشاهدين هو اللي بيقول لي وبيغلط فيا، ولكن هم معروفين واحنا بنعديهم، ولكن احنا بنشدهم كده يعني من وسط الناس، نطلعهم كده بالراحة ونرميهم في الزبالة. ولكن الناس المحترمة على عيني وعلى راسي، على عيني احنا ما بنغلطش في حد ولا بنسيء لحد ولا بنجيب سيرة حد، احنا دايما ماشيين في حالنا. ولكن الحاجة اللي شايفينها صح واكيدة بنقول اه هو كده صح.
طيب اللي شايفينها لا مفيش الكلام ده، بنقول لا مفيش، احنا مش على راسنا بطحه. بس انا طالع باكد معلومه للمشاهد المحترم اللي بيحب يسمع الكلام ده. انا والله يا جماعه انا ببقى طالع، يعني بكون طالع وانا يعني متردد، يعني انا شايف الخبر ما هوش الواو ان انا اطلع اتكلم عليه، ولكن انا طالع متردد، متردد ان انا طب اصور ولا ما اصورش. طب ما في ناس او سيدات محترمات بيحبوا يسمعوا التفاصيل دي. لا انا معاك اهو، بقول لكم الكلام ده لسه ما فيش منه، ولكن لو حصل نصيب او حصل حاجات زي كده يا خير وبركة، يعني اهلا وسهلا. ولكن لسه ما فيش حاجة ان شاء الله، وربنا يا رب يتم بس شفاء على خير. نجار لسه بتتعالج في مشاكل عندها لسه بتتعالج، وان شاء الله الامور تتحسن وتتيسر وتبقى زي الفل. ولسه كمان زياد لسه وفاة جدته ما فاتش عليها كتير. وفاة جدته ما فاتش عليها كتير للكلام والخزعبلات اللي بتطلع بتقول ان هي يعني آه ان في خطوبة وكلام زي كده. تمام تمام. عشان خاطر ما نطولش على حضراتكم، اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن خطوبة زياد. والله العظيم بالصدفة، اقسم بالله بالصدفة بدخل كده لو انا خلصنا من خطوبة زياد ادخل على خطوبة نيجور، والله بنفس التيشيرت هو والله العظيم. فقلت طب يلا يا عم، يلا عشان خاطر في ناس برضو على خفاء الكابيتانو مش متابعين عند ترند الكابيتانو، يبقى كله ايه يسمع وياخد الكلام وهو ايه ودماغه زي ما بيقولوا يعني. بس كده وان شاء الله الخير للكل، ربنا يا رب يوفقهم بس في حياتهم وفي في ايامهم اللي جايه. وربنا يا رب ييسر لينا وليهم الامر يا رب العالمين. لو في حاجه يا جماعه هم ما هيصدقوا، ده فيديوهات بتنزل يعني هم بيصدقوا، يعني يشوفوا اي فيديو ينزلوه عشان خاطر حضراتكم تكونوا متابعين. فنشوفكم على خير، ومع الف الف مليون سلامه. انتظرونا في اللي جاي ان شاء الله، اللي جاي يعجبكم جدا جدا جدا. ومع ألف 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 مليار سلامة يا ناس يا محترمة. أنا بشكر الناس المتفهمة اللي فاهمة إحنا بنعمل الفيديوهات إزاي وبنتكلم إزاي، وبنتكلم بناء عن إيه، إن إحنا بنكون رد فعل وليس فعل. يعني إحنا دايما بنكون رد فعل من قنوات بتنزل فيديوهات ما هياش حقيقية، إحنا بنكون رد فعل حتى لو العناوين بتاعتنا بتكون متشابهة معاهم، ولكن اسمع الفيديو من جوه هتعرف كل التفاصيل. بس كده، سلام عليكم.